هي الحلقة المرة دي عن ايه؟ عن ان مايكل جاكسون هو البلو برنت اللي على اساسه المغنيين دلوقتي بيستلهموا الرقص والاغاني منه. مايكل جاكسون؟ مش ده الواد اللي مركب رحم؟ يلعب What life? I'm in the dark here. I've abandoned my child. Ezio! Ezio Auditore! I'm not fucking leaving. I'm the youngest boy. طبعا مايكل جاكسون من اشهر الانفلونسرز في التاريخ. الراجل ده ما كانش مجرد مغني، الراجل ده كان مغير طريقة البوب في العالم كله. الراجل ده ما كانش مجرد صوته حلو او الرقص بتاعه حلو او الموسيقى بتاعته كاتشي، لا، الراجل ده كان البلو برنت علشان خاطر الجيل بتاع دلوقتي يستلهم منه حاجات كتير جدا جدا جدا. الراجل ده بقى ايقونة جوه عالم الفن عموما. فالنهاردة احنا جايين نتكلم عن اهم واحد جه في صناعة الموسيقى، مايكل جاكسون. بالنسبة لي مايكل جاكسون أثر على عالم الفن والموسيقى بثلاث حاجات. أولهم كان صوته والموسيقى بتاعته. مايكل صوته معروف جدا لكل الناس، من أكتر الناس اللي اتعرفت بأن صوتها حاجة فليكسبل جدا، صوته بيتغير مع الوقت وبيعرف يغير صوته عشان يطوع الأغنية لصالحه. أغاني مايكل جاكسون أو الموسيقى بتاعته اتعمل شبهها حاجات كتير جدا دلوقتي، وده دليل على قد إيه هو مؤثر في هذا الفن. من الأمثلة عن الحوار ده مثلا الأغنية بتاعت ليدي جاجا اللي اسمها شادو اوف مان. في جزء في الاغنيه ده الموسيقى وصوت ليدي جاجا شخصيا اتحول بشكل غريب جدا لصوت مايكل جاكسون، والموسيقى كانت يعتبر هي والحقيقة ان الاغنية او الجزء ده من الاغنية فكرني جدا باغنية لمايكل جاكسون اسمها Behind the Mask. وطبعا من ضمن اغاني ليدي جاجا الحقيقة اغنية اسمها The Dead Dance، ودي اغنية متاخدة تيبيكال بالظبط من اغنية تريلر بتاعت مايكل جاكسون. ده بالنسبة لليدي جاجا. الحقيقة ليدي جاجا هتتذكر كتير جدا على مدار الحلقة دي، لان ليدي جاجا بالنسبة لها مايكل جاكسون هو البلو برنت، وهي قالت عنه حاجات كتير جدا بان هو يعتبر قدوتها في عالم الفن. تاني حد عرف يعمل الحوار ده برضو وحاول على قد ما يقدر ان هو يوصل لحاجة شبه التيمة بتاعت مايكل جاكسون كان جاستن تيمبرليك في اغنية اسمها Take Back the Night. الحقيقة الاغنية دي من بدايتها لغاية الدقيقة 21 ثانية بالظبط كانت كأنها طالعة من ألبوم Off the Wall بتاع مايكل جاكسون، اللي طبعا اشهر اغانيه كانت بيلي جين. في شبه كبير جدا من طريقة الغنى، وحتى طريقة الموسيقى اللي موجودة في الأغنية كانت قريبة جدا جدا من الألبوم ده. حد تاني كانوا بيتوقعون الناس ان هو يكون the next king of pop وهو برونو مارس. كان عمل أغاني كتير جدا شبه مايكل جاكسون، وهو كان صرح بالحوار ده قبل كده، بس في أغنية بالنسبة لي قريبة جدا من أغاني مايكل جاكسون، وهي أغنية اسمها تريجر، ودي قريبة جدا من أغنية مايكل جاكسون اسمها Don't Stop Till You Get Enough. كل حاجة في أغنية برونو مارس كانت متاخدة من الأغنية بتاعت مايكل جاكسون ده، وكان فيه إلهام غير طبيعي من الأغنية دي الحقيقة. وطبعا اشهرهم كلهم واكتر واحد محقق كمية جوائز رهيبة واستماعات كتير جدا على سبوتيفاي، ذا ويكند. ذا ويكند عامل اغنيه مشهوره جدا اسمها اوت اوف تايم. اوت اوف تايم دي تكنيكلي متاخده بشكل رهيب جدا، بل وكمان موضوعها كمان متاخد من اغنيه مايكل جاكسون قديمه اسمها ذا جيرلز مايند. حرفيا بدون مبالغه نفس اللحن وتقريبا نفس الكلمات، وده مش فكره سرقه او حاجه شبه كده، بس ده الهام رهيب جدا جدا على قد ايه مايكل عرف يأثر في اجيال جديده من ناحيه الموسيقى والاغاني. برضو اغنيه تانية لذا ويكند واغنيه اسمها جاسولين. الاغنيه دي برضو فيها الهام شديد جدا من اغنيه لمايكل جاكسون اسمها wanna be starting something.
وده يدل على ان مايكل جاكسون مؤثر بشكل رهيب جدا على عمل الاغاني عموما، الاغاني كموسيقى وكصوت وطريقه غنى. وطالما بنتكلم عن طريقه الغنى فده ينقلنا لتاني تاثير مايكل عمله على صناعه الاغاني، واللي هو البرفورمينج او الرقص. ودي اكتر حاجه مايكل جاكسون اتشهر بيها بدون مبالغه. حاجه مثلا زي المونوك اللي اتعملت في اغنيه بيلي جين اللي كان عملها لايف قدام الناس، والناس حرفيا اتفزعوا من اللي هم شافوه. عندك مثلا طريقه رقص كريس براون في اغنيه فاين تشاينا اللي كانت يعتبر هي طريقه رقص مايكل جاكسون في اغنيه ذا واي يو ميك مي فيل. ده غير شويه كوريوجرافي برضو في اغنيه اب تاون فانك بتاعت برونو مارس. وطبعا اكتر واحده ممكن تكون بتحب مايكل جاكسون واللي ذكرنا اسمها قبل كده برضو ليدي جاجا، وده اتكرر بشكل رهيب جدا على مدار اغانيها كلها. ولكن هنذكر حاجتين بس من اغاني ليدي جاجا اللي هي متاخده يعتبر نفس الكوريوجرافي بتاع مايكل جاكسون. اغنيه مثلا زي اغنيه باد رومانس اللي كانت يعتبر متاخده من ديرتي ديانا في طريقه احساسها بالاغنيه. واغنيه كمان اللي هي ابركادابرا اللي لسه نازله من قريب. الاغنيه دي الحقيقه بالفيديو بتاعها كان دليل على ان مايكل جاكسون والرقص الجماعي اللي كان بيعمله هو والفرقه اللي وراه بتدرس لدرجه ان هي وصلت للجيل بتاع دلوقتي وبقى بيعمل حاجات شبهها. وده اكبر دليل على ان مايكل جاكسون طور طريقه البرفورمنج الجماعي وخلاها حاجه فعلا ليها معنى، لما تشوفها تبقى قاعد مبسوط ومتحمس للاغنيه. طبعا حد تاني يعتبر من فانز مايكل جاكسون اصلا مش مجرد مغني وهو جاستن تيمبرليك اللي برضه جبنا سيرته قبل كده، واللي كان بيقلد رقص مايكل جاكسون في اغنيه Love Never Felt So Good اللي هي اغنيه من الاغاني القديمه بتاعت مايكل جاكسون اللي طلعت بعد وفاته واتعملت ميوزك فيديو كليب، وكان اللي فيها جاستن تيمبرليك وكان بيغني مع مايكل في الاغنيه. من ضمن حوار البريفورمينج اللي تقدر تفهم ان مايكل جاكسون بيعمله وهو حاجه زي دخلاته. مايكل جاكسون كان عنده انترنس رهيبه جدا تقريبا لكل اغنيه. حاجه من الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي حاجه زي دي. في ناس كتير جدا الحقيقه عملوا نفس الدخله دي. عندك مثلا زي بيلي ايليش وبي اس واي اللي عمل اغنيه جانجنام ستايل، وطبعا ترافيس سكوت. تالت حاجة لتأثير مايكل جاكسون على عالم الفن والموسيقى وهو الحقيقة طريقة لبسه. مايكل كان عنده ستايل لبس غريب ولكن كان مشهور بيه جدا. الموضوع ده اتشهر بشكل رهيب جدا لدرجة ان كل اغنية تقريبا مايكل بيعملها بيغير من طريقة لبسه، وكل مرة بيبقى الحاجة اللي بيلبسها بتبقى الى حد ما موضة. حاجة مثلا زي الجلوف اللي كان بيلبسه في ايد واحدة، وحاجة تانية زي الجاكيت الاحمر اللي كان لابسه في اغنية تريلر، وحاجة طبعا زي الطاقية بتاعت اغنية بيلي جين. وطبعا حتى الحاجه دي الناس كتير جدا عملت حاجات شبهها. حد مثلا زي اشر في السوبر بول سنه 2024 وده بيظهر جدا في الجلوف اللي كان لابسه. وحد تاني اللي هو هاري ستايلز في الامريكان ميوزك اووردز سنه 2014 وده بيظهر في الطاقيه اللي كان لابسها. وطبعا اكتر حد بيحب مايكل جاكسون في الدنيا تقريبا اكتر من ابوه وامه وهي بيونسي في السوبر بول رقم 50، وده طبعا بيظهر في اللبس العسكري اللي هي لابساه اللي مايكل شهره بسبب البوم هيستوري. وطبعا اكتر حد تقال اسمه معانا وهي ليدي جاجا، وساعتها ظهرت بالجاكيت الاسود في احمر اللي ظهرت بيه مع هيلاري كلينتون في الانتخابات. الحقيقه ان مايكل جاكسون كان سبب في حاجات كتير جدا جوه الموسيقى وبره الموسيقى. مايكل جاكسون كان عنده اعمال خيريه كتير جدا لناس كتير جدا من الطفل للمسن، والحقيقه الراجل ده من اهم الناس اللي جم على وجه الارض دي، وكان بيحب البني ادمين بجد، وكان بيحب البيئه، كان بيحب كل حاجه الحقيقه. وده ظهر في اغاني كتير جدا ليه، اغنيه زي هيل ذا وورلد ولوست تشيلدرن واغاني تانية كتير جدا لا تعد ولا تحصى. وده اكتر شخص فعلا يستاهل يتقال عليه كينج اوف بوب. ابقوا استنوا مننا تريلوجي هتتعمل عن قصة حياة مايكل جاكسون كاملة. انا لسه معرفش امتى بس ده بيتحضر لها بشكل كويس جدا عشان يبقى حاجة اشبه بالدوكيومنتري. استنوا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو الفيديو عجبكم قولولي في الكومنتس انه عجبكم. سلام.